العالم ده مليان أسرار مرعبة، حاجات لو عرفتها هتتمنى إنك ما سمعتش عنها أبدا. القصة اللي هتسمعوها دلوقتي منقولة، ومش بطلب من حد يصدق، لأن حتى أنا مش مصدق إن في حاجات كده ممكن تحصل، بس اتقال إنها حصلت. ويلا بينا نبدأ الحكاية. ما كنتش أتخيل إن في يوم من الأيام هقعد واحكي لكم اللي حصل، بس للأسف الشديد حصل. أنا اسمي ماجد، والدتي ست جميلة أنيقة وجمالها مريب، تحس إن الزمن واقف عندها ولا يوم بيعدي عليها. بعد وفاة والدي بشهر واحد بس اتقدم لها ناس كتير، واحد ورا التاني، وهي ترفض رفض شديد وتقول دايما بنفس الصوت الحاسم: ابني هو حياتي، هكرس عمري ليه وبس. وانا كنت مصدق ومبسوط وفخور بنفسي اني سببها الوحيد انها تكمل وتعيش. بذاكر وبموت نفسي عشانها، بس اللي جاي كان أبعد بكتير من أي أمومة ومن أي منطق ممكن تتخيلوه. وأنا صغير كنت بسمع حاجات غريبة جوه أوضتها. كانت بتنام لوحدها، عمرها ما سابت باب غرفتها مفتوح. كنت أحاول أقنع نفسي ده بس صوت تليفون أو صحابها، لكن كل مرة كانت تخرج. شعرها منفوش كأنها خرجت من معركة، وعينيها فيها حاجة مش طبيعية، حاجة بتخوف. وكانت دايما تحذرني بصوت منخفض، وكأنها خايفة حتى من الكلمات نفسها. مهما سمعت أوعاك تدخل الأوضة، وأنا كنت أسمع كلامها وارتجف عشان أرضيها وأبعد عن اللي جوه الغرفة. لما دخلت ثانوية عامة ابتديت أفهم الدنيا أكتر، وأفهم الخوف اللي كنت بهرب منه. اتصنطت عليها، بقيت أقف بره بابها المقفول بإحكام، أسمع كل أنة وكل همسة مكتومة، لكن عمري ولا لحظة فكرت ألمس الباب ده. الأصوات بقت أعلى، عنيفة، خبط ورزع، وكأن حد بيدوس على الحيطان بسنانه. وفي يوم ما قدرتش أتحمل أبدا، قلت لها إني مش بعرف أذاكر وسط ده، وقالت لي: احترم خصوصياتي زي ما أنا حافظت عليك. بصيت لي بنظرة فيها خوف مش مفهوم، وحبي ليها كان أكبر من فضولي. فلبست السماعات وسبت الأصوات تفضل غامضة ورا الباب. نجحت الحمد لله، وجالي طب، وأمي طارت من الفرح، وجالي حظ جامعة في بلد بعيدة، بلد ما كنتش أعرف عنها حاجة. سبتها، وكنت عارف إن قبل ما أروح البيت لازم أتصل بيها. كنت بعمل كده دايما حتى لو قلبي بيتقلع من الخوف. الصوت اللي ورا السماعة كان دايما بيهمس حاجة مش طبيعية، حاجة بتحسسك إنك مش لوحدك. قررت أنزل أطمن عليها. كانت ليلة مطر ورعد مخيف، والجو مليان صوت البرق اللي بيخبط في الإزاز. المهم اتأخرت شوية ونسيت أتصل. خبطت على الباب، محدش رد خالص، لحد ما الباب اتفتح ببطء كأنه بيزحف من مكانه. فجأة لقيت قدامي طفل صغير شكله غريب مش طبيعي. سألته بصوت مرتجف: انت ابن مين؟ قال لي بصوت هادئ لكن في حاجة بتجمد الدم: أنا أخوك. قبل ما أفكر ولقيته بعدين جري بسرعة ناحية أوضة أمي. اتصدمت، أمي مش متجوزة، والغياب كله أسبوعين بس، والبيت كله صمت إلا صوت المطر اللي بيخبط على الأسفلت في الشارع بصوت واضح ومرعب، كأنه المطر هو اللي رد على سؤالي للطفل. نزلت الشنطة وخبطت على باب أوضتها، مفيش رد. قلبي بدأ يدق بسرعة، زودت الخبط على الباب، عنف الباب اتضاعف، وفجأة الباب اتفتح. أمي على السرير
بترضع طفلة جميلة، والولد الغريب قاعد على طرف السرير بيبص لي بصمت، والجو كله فيه حاجة غلط مش مفهومة، اللي سيطر عليا الخوف وبس. وش أمي مصدوم وبتفتح بقها ببطء كأنها شايفة حاجة مش مفهومة. صرخت جامد بصوت مش قادر أسيطر عليه: دول مين؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ صوت جه من ورايا خشن مليان تهديد يخلي أعصابك تسيب. دول إخواتك ووالدتك مراتي. صوت كان طالع من الدولاب. قلبي وقف من الرعب. فتحت الدولاب، مفيش حد. أمي ساكتة، عيونها واسعة من الخوف، جسدها بيرتجف. صرخت، صوتي بيهتز من الرعب، والصوت رجع أقوى بيدوي في المكان. بقول لك دول إخواتك ووالدتك مراتي. وفجأة طيف بدأ يتخكل ورايا. أمي صرخت بصوت متقطع: بلاش تظهر. لكن الطيف بقى عنده ملامح، وش مرعب مخيف جدا، بيبص لي كأن عينه بتنظر جوه قلبي. احنا عيلتك الجديدة. الأطفال مسكوا أمي، حتى الرضيعة. أمي مدت إيدها وابتدت تختفي معاهم. في لمح البصر اختفوا كلهم، وكأنهم ما كانوش موجودين أصلا. والبيت فضل ساكت، والبرد بيخش من كل حتة. انهارت، عقلي وقف في لحظة. دخلت في صدمة واكتئاب ما قدرتش أهرب منه. ما قدرتش أفتح بقي أقول لحد. مين هيصدق؟ أي حد هيسمعني هيقول مجنون. بس أنا كنت الوحيد اللي شاف الحقيقة، وشاف مين كان عايش معانا ورا الباب المقفول. بعد 4 سنين والدتي لسه بتزورني باستمرار، ومعاها إخواتي اللي بقوا 4، كأنهم ما فرقوش الغرفة أبدا. والبيت ساكت إلا صوت خطواتهم اللي بيقربوا، وصوت أنفاسهم اللي بتتسلل في عقلي. وأنا لسه عمري ما صدقت للي حصل، وعقلي عمره ما استوعب أبدا. ما تنسوش الاشتراك ومتابعة القناة، وتابعونا على انستجرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب، وقولوا لي رأيكم في كومنتات.